بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم الصحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، موضوعنا النهاردة هو تفسير رؤية البرتقال في المنام للمتزوج، يعني للرجل المتزوج. عندما يرى الرجل المتزوج بمنامه بأنه يجمع حبات برتقال، فإن رؤيته تدل على خير وبركة، وتدل على رزق حلال وسعادة سينغمر بها هو وأسرته بأمر الله تعالى. ومن يرى بمنامه شجرة برتقال، وشجرة البرتقال دي كانت صورتها طيبة ومريحة للنفس، شكلها جميل، منظرها جميل، مريحة للنفس بتاعت الرائي. وكانت هذه الشجرة كثيفة بحمل الثمار اللي هي الناضجة، يعني مليانة حبات برتقال مستوية. تمام. الرؤية هنا بتدل على ايه؟ بتدل على خير، بتدل على خير كثير، وتدل أيضا لصاحب المنام على توفيق سيناله في التدبير لأمور حياته، سيوفق في التدبير لو بيدبرها لحياته. وأيضا تدل الرؤيا على سرور، وتدل أيضا على فرح سينبعث لنفس الرائي اللي هو الرجل المتزوج. ورؤية أكل البرتقال في المنام بالنسبة للرجل المتزوج دلالة على أمر مكروه له، وهو في أغلب الأحيان بيكون يتمثل في المرض الذي سيصيب أحد الأحبة. الرجل المتزوج لو رأى إنه بيأكل برتقال، فالرؤية هنا تبقى مش محمودة، لأن بتدل على إنه سيصاب في حد عزيز عليه، عزيز لديه، سيصاب بمرض، شفانا الله وإياكم من الأمراض جميعا. إذا كان الرجل المتزوج يعمل في الواقع تاجر وشاف بمنامه إنه بيأكل برتقال، فالرؤية هنا غير محمودة بالمرة، لأن الرؤية هنا دلالة على خسارة ستلحق بتجارة هذا التاجر، ولكن خسارة لن تكون في ماله كله، ولكن بنسبة إن شاء الله تكون نسبة قليلة. والذي يرى بالمنام أنه يشتري برتقال ويطعم منه زوجته، وكانت زوجته في المنام طلبت منه شراء البرتقال، فالرؤية هنا محمودة، لأنها بتدل على زوال الهموم، زوال الضيق والمتاعب اللي هي كانوا بيعانوا منها هو وزوجته بأمر الله تعالى. وهذا ما يتعلق برؤية البرتقال في منام الرجل المتزوج. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.